السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا هنعمل مع بعض الشعرية البلدي او المخروطة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. طبعا المخروطة ليها اسامي كتيرة متداولة في كل البلاد. طبعا هتنزلوا بسرعة في الكومنتات، كل بلد هتقولي بيسموها ايه في بلدهم عندهم، في البلد اللي هم فيها بيقولوا عليها ايه. بحب طبعا قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي اوجه رسالة شكر لاخواتي وحبايبي من الجزائر ومن المغرب ومن المملكة العربية السعودية ومن عمان ومن فرنسا، على دعمهم ليا وكل اخواتي وحبايبي اللي ساندوني في الفيديو اللي فات وشجعوني ان انا انزل فيديوهات تاني على طول. طبعا ده دعم قوي منكم، ويعني انتوا شجعتوني فعلا ان انا اكمل وان انا انزل فيديوهات على طول. ويا رب تكونوا مستمرين معايا دايما ان انا انزل فيديوهات وتقفوا جنبي. النهاردة بإذن الله الفيديو بتاعنا هنعمل فيه المخروطة أو الشعرية البلدي، ودي حاجة جميلة يعني حاجة حلوة كده بنستخدمها. هقول لكم استخداماتها ايه. أول حاجة هحط معايا كده كمية دقيق. طبعا هتعملي الكمية اللي هتناسبك على قد الكمية اللي انت هتحتاجيها. هي حبة يعني هي كمية الدقيق بترمي كمية كتيرة، يعني بتدينا كمية كتيرة. هبدأ كده بقى زي ما انتوا شايفين ان انا انخل الدقيق او اهزه يعني بالغربال بتاع الدقيق. وبعد كده عشان لو في بواقي ردة او اي حاجة من مكان الطحين، يعني ان هو يكون نتأكد ان هو نضيف، وان احنا كمان نفرغ منه الهواء. وبعد كده هبدأ ان انا اعجن العجينة على طول. طبعا انا عايزه اشكركم ان انا الفتره اللي فاتت دي ما كنتش بنزل فيديوهات، والصراحه اول ما نزلت فيديو وقلت محتاجه دعمكم ووقوفكم جنبي لقيت الفيديو عليه اقبال. وان شاء الله باذن الله مش هقطع معاكم الفيديوهات تاني، هنزل لكم فيديوهات وهتشوفوا معايا في القناه باذن الله مجموعه فيديوهات مختلفه. انا ما كنتش بنزل فيديوهات الفترة اللي فاتت، الصراحة كان عندي شوية ظروف. وبرضو الدعم بيشجع، يعني حتى لو انت لقيتي حد بيدعمك يعني كده وواقف جنبك، حتى لو عندك ايه او لقيتي جمهور بيحبك وبيحب يستنى الفيديوهات بتاعتك، هتنزلي فيديوهات حتى لو انت تعبانة او لو كانت الظروف بتاعتك مش هتسمح، برضو هتحاولي ان انت تنزلي فيديوهات عشان الناس اللي بتحبك. كده انا حطيت المية وحطيت سنة ملح بسيطة جدا في المية، وبعد كده هابدأ إن أنا أدوب الدقيق بتاعي في المَيّة. طبعًا العجينة دي زي ما أنتم هتشوفوا معايا كده لازم تكون عجينة قاسية، يعني ما تكونش طرية، تكون ناشفة شوية، علشان خاطر إحنا لو طرية هتلزق مننا، لكن لأ إحنا عايزينها عجينة ناشفة، زي عجينة الرقاق كده بالضبط، أو يمكن كمان تشد عنها شوية. طبعًا أنا حبيت أنزّل لكم الفيديو ده علشان خاطر يعني حاجات كده، في ناس بتحب اللي هي تعمل حاجات مختلفة. دي ممكن نقدر إن إحنا ناكلها، تبقى نعملها شعرية باللبن في الشتا، من الأكلات الشتوية يعني اللي بنحتاج لها. أو ممكن تعمليها بديل الشعرية اللي إحنا بنحمّر بيها الرز، ليها استخدامات كتيرة جدًا. طبعًا هابدأ إن أنا أعجن فيها كده واحدة واحدة لحد ما أخلّيها تبقى عجينة متماسكة معايا، وبعد كده هاسيبها ترتاح شوية لحد لمّا أبدأ إن أنا أشتغل بيها. ما تنسونيش بقى اللي وصل معايا لحد الحتة دي، ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي، قناة أهل الدار، عشان خاطر قناتي تكبر بيكم ومعاكم بإذن الله. هابدأ كده إن أنا أعجن في العجين لحد ما أخلّص العجين بتاعي. طبعًا هنا عايزاكم تقولوا لي إيه الفيديوهات اللي أنتم حابين إن أنا أشاركها معاكم الفترة الجاية دي كلها، تقولوا لي عليها. بُصّي يعني هي بتزوّد لي المَيّة، باورّيكم مش نقطة، نقطة يعني أقل من النقطة. أنا باقول لكم لو حد بيقول لي لو حد بيحط لي بالقطّارة هيبقى أكتر من كده. بعد كده قالت لي خلاص بلّي إيدِك وابدئي اعجني بيها علشان خاطر ما نزوّدش مَيّة والعجينة ما تطراش مننا. هابدأ كده إن أنا أعجن فيها واحدة واحدة. عايزة أقول لكم يا جماعة في المعجنات بالذات لازم ندّي للعجين حقه، لازم تفضلي تعجني في العجين لحد ما العجين معاكِ يبقى شكله وملمسه كويس. كل ده بيدخّل فيه هوا وبيدّي للمسامات بتاعة العجينة إن هي تفتح معاكِ، وإن العجين يكون ناجح معاكِ. في أي معجنات بقى، في بيتزا، في فينو، في عيش، في أي معجنات. اديني باوري لكم اهو شكل العجينه، وبوري لكم قد ايه العجينه مش طريه، يعني العجينه مبتلزقش في ايدك خالص واتعجنت بسم الله ما شاء الله عليها. وهبدا ان انا اغطيها واسيبها ان هي ترتاح شويه.
كده بدأنا ان احنا نجهز المكنة اللي هنعمل فيها، والمكنة دي اسمها مكنة شعرية او المخروطة، بنبدأ نعمل عليها الشعرية. على فكرة تقدري تعملي بنفس الطريقة دي عجينة الاندومي وتعمليها تستخدميها ان انت تعملي بيها اندومي للأولاد في البيت، طريقته سهلة وبسيطة جدا برضو. جددي في الأفكار عندِك كده وغيّري، ابدئي إن أنتِ يعني اخترعي كده شوية حاجات أو ابتكري شوية حاجات، نوّعي للأولاد يعني لو عندِك أولاد في المدارس أو كده، ابدئي إن أنتِ نوّعي لهم. بُصّوا بناخد حتّة عجينة صغيّرة قد إيه، شايفين كمية العجينة؟ بناخد حتّة عجينة صغيّرة جدًا وبنعملها في الدقيق، بنغمّسها أو نمرمطها كده في الدقيق ونبدأ إن إحنا نعملها بالمكنة. هنا كمان بصوا العجينة قاسية معايا ازاي وما زالت تحسي ان هي طرية شوية. هنبدأ برضو لو حسيتي لو عملتي كده او ان هي طريت منك برضو تبدأي ان انتي تعملي لها شوية دقيق واحدة واحدة كده، وهنظبط المعيار بتاع العجينة، وبعد كده هنبدأ ان احنا نفردها. طب لو حد ما عندهوش المكنة دي ومحتاج ان هو يجرب التجربة بتاعتي، او ان هو عاوز يعمل المخروطة او الشعرية عشان يعمل احلى شوية شعرية بلبن في الشتاء يدفوه كده، هنبدأ ان انت تفرديه بالظبط بالظبط زي كأنك بتفردي الرقاق، بس ترقيه شوية كمان اكتر يعني، وتبدأ ان انت تقطعيه بالسكينة شرايح صغيرة، شرايح صغيرة خالص. وبعد كده ده هنشفه في الفرن او ان انتي تنشفيه في الشمس زي ما انت هتشوفيني في الاخر كده انا هعمل ايه. بس احنا طبعا علشان الجو عندنا شمس والجو حلو، فاحنا هننشفه في الشمس. بص بنبدأ ان احنا نفردها ونحطها على الغربال كده او على يعني الصينية او اي حاجة عندك. لو هتحطي على صينية تبقي معفراها شوية دقيق، أما بقى لو هتحط على الغربال زي كده عشان متهوي مش هيعمل حاجة. وتبدأي بقى كده إن انتي تعمليها وترصيهم كده، وبعد كده هندخل على مرحلة تاني وهي مرحلة إن احنا نطلعها شعرية أو زي المكرونة الاسباجيتي كده. وطبعا المكنة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي زي ما قلت لكم فيها درجات، يعني تقدري تعملي السمك اللي انت عايزاه، في ان انت ممكن تعمليها زي المكرونة الشرايح العريضة، وفي ان انت زي المكرونة الاسباجيتي، وزي ما انت عايزة. يعني هي الصراحة المكنة حلوة واستخداماتها كتيرة. هنبدأ نعمل زي ما انتوا شايفين كده واحدة واحدة، ونبدأ نحطهم لحد لما نعمل شوية كتار. احنا بنعملهم كده ليه؟ عشان يكون الهواء ضرب فيهم شوية كده، فنبدأ نعملهم فتبقى متفلفلة معانا، ما تبقاش واحدة تلزق في التانية. يا رب تكونوا فاهمين انا عايزه اقول لكم ايه او عن انا عايزه اوصل لكم ايه. سواء بقى اللي هيجرب التجربه بتاعتي دي يقولي، او ان هو بيحب يتفرج على نوعيه الفيديوهات دي برضو يقولي، واللي بيعرف يعملها يقولي في الكومنتات صح، يقولي في الكومنتات تحت احنا كده بنعملها بطريقه صح ولا هو طريقته بيعملها ازاي. طبعا كل بلد عن كل بلد ليها مسمى مختلف للمخروطه او الشعريه البلدي، فياريت كل واحد بقى في البلد اللي عندهم بيعملوا الشعرية أو المخروطة يقول لي انتوا بتعملوها ازاي أو بتسموها ايه. بصوا بقى بعد ما عملناها بطلعها ازاي وبنحطها على الغربال زي ما انتوا شايفين، بصوا متفلفلة ازاي من غير دقيق ولا أي حاجة. ببدأ بقى كده ان انا احطها في الشمس، اسيبها بقى في الشمس لحد ما تنشف خالص في الشمس، هنفردها في الشمس كده هتنشف. ممكن بقى زي ما قلتلك لو انت ما عندكيش شمس او مش متاح معاكي وعايزة تجربيها، تبدأي ان انت تسخني صاجة على البوتاجاز من فوق او في فرن البوتاجاز وترصي عليها، وهي كده برضو هتبقى نشفت خلاص. يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم وتكونوا ان انتوا استفدتوا منه، وما كنش رغيت معاكم كتير، علشان انا يعني ممكن اكون برغي في الفيديو كتير بس عشان اوصل لكم معلومة. لو انتوا وصلتوا بقى معايا لحد هنا وخلصتوا معايا الفيديو بتاعي، ما تنسوش ان انتوا تدعموني، وما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب لقناتي، قناة اهل الدار، عشان خاطر قناتي تكبر بيكم. طبعا انا مش هبيته في الشمس هنا، يعني انا مش هبيته، انا هسيبه بس ياخد النهار كده في الشمس، وبعد كده هبدأ ألمها. سلام عليكم، ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب.